كنتش أعرف إن في يوم من الأيام هكتشف سر يغير نظرتي من ناحية جدي. طول عمره كان راجل هادي وتقي، وصوته واطي ونظراته غامضة جدا، لحد الليلة اللي شفت فيها كل حاجة ما كنتش فاهماها. ساعتها بس فهمت إن جدي ما كانش شخص عادي ولا هادي ولا تقي حتى. جدي طلع ساحر، وسحره اتقلب عليه وعلى كل حد حواليه. السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. قبل أي حاجة صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. أنا مش عاوز أطول عليكم، يلا بينا نبدأ الحلقة. السلام عليكم، أنا اسمي سمرة، عندي 11 سنة، عايشة مع أهلي في قرية ريفية هادية بعيدة عن المدينة. وقريتنا كانت فيها مدرسة واحدة بس، وكنت بروح فيها. كان عندي أصدقاء وجيران كنت بلعب معاهم في الشارع. حياتي كانت هادية، حياة جميلة ما فيهاش أي مشاكل. في الأول كده أعرفكم على أهلي. أنا أهلي مكونين من بابا وماما وثلاث إخوات، وجدي وجدتي من ناحية بابا. بابا شغال عامل في أرض زراعية، ووالدتي مش شغالة. وعندي ثلاث إخوات زي ما قلت لكم. أختي الكبيرة اسمها سارة، عندها 16 سنة، وعندي مازن وكرم دول التوأم أصغر مني 8 سنين. وجدي وجدتي عايشين معانا في نفس البيت، وجدي ده كان أقرب حد ليا، وهتعرفوا ليه بقول كان. وكانت حياتنا ماشية طبيعية لحد السنة اللي فاتت، بس حياتنا اتشقلبت. السنة اللي فاتت حصل حاجة عمري ما كنت أتوقعها أبدا. في أول الأحداث اللي حولت عيلتي من عيلة كل الناس بتحبها لعيلة منبوذة مفيش حد طايقها. وطبعا كل ده بسبب واحد من العيلة عندنا. وأول حاجة كده حصلت غريبة في البلد، هي إن احنا كل يوم كنا بنصحى على خبر حد في القرية اتجنن. ستات من ستات القرية بقت ما بتخلفش. وطبعا في بداية الأمر كنا بنقول ده قدر ربنا وده أمره. لحد ما في يوم صحيت قبل الفجر كنت عاوز أشرب، وكنت ماشية في البيت لقيت باب اللي بنربي فيه الفراخ والطيور وكده مفتوح، فقلت اروح اقفله يمكن حد نساه. ولما قربت من الباب سمعت حد بيتكلم، فقلت اكيد ده حرامية. فقربت بالراحة، قبل ما اوصل للباب سمعت صوت جدي بيتكلم مع حد. والغريب ان جدي في الوقت ده كان بيتكلم مع واحد مغطي وشه، تحس ان هو هربان من حاجة مش عايز حد يعرفه. واللي فهمته من كلامهم ان هما بيتكلموا على حد في القرية. وخلصوا كلامهم اللي انا نص ما كنتش قادرة افهمه، والراجل مشي زي الحرام، وجدي قفل الباب وطلع. وانا كنت مستخبية، كنت مستنياه بس يطلع يقفل الأوضة عليه. ودخلت على اوضتي، قعدت بقى افكر يا ترى الراجل ده عاوز ايه وليه جه في الوقت ده. كان عندي فضول هيموتني، فقررت ان انا اراقب الشخص اللي قالوا عليه واللي هو في القرية عندنا وانا هفهم. وبعد 3 ايام من اللي حصل ده سمعنا مصيبة في القرية محدش كان متخيلها. الشخص اللي كانوا بيتكلموا عليه اتعمى مرة واحدة، وحالته الصحية اتشقلبت 360 درجة، والدكاترة مش لاقيين له حل، وحالته اتدهورت خالص. فأنا هنا بدأت أخاف من جدي، وساعتها عقلي اترجم إن اللي حصل ده في الراجل هو جدي السبب فيه. فشلت التفكير والتركيز من على الراجل ده وحولته على جدي على طول، وبدأت أركز أكتر مع جدي. وفي يوم لقيت في ست مع جدي في الأوضة برضك، وهنا قررت إن أنا لازم أسمع كل حاجة. وقربت من الباب وسمعت، لقيت الست بتقول لجدي أنا عايزة تعملي عمل أذي بيه جارتي. وهنا اكتشفت إن جدي بيعمل أعمال، وفعلا جدي خد منها فلوس كتيرة جدا، وقال لها استني يومين بس وهتشوفي عامل ايه في جارتك دي. ومع مرور الوقت والشهور والأيام وجدي أذيته للناس بتكتر، الناس عرفت واكتشفت إن جدي بيعمل أعمال وسحر ودجل وشعوذة.
وكانوا خايفين ان هم يواجهوه، بس بابا وماما وجدتي لما عرفوا بابا قرر ان احنا لازم نسيب البيت لجدي ونمشي ونسيب القرية باللي فيها، عشان ما كانش حد طايقنا فيها حرفيا. وفعلا سيبنا ورحنا قرية بعيدة جدا عن القرية بتاعتنا الأولى. أسبوع بالظبط من وقت نقلنا سمعنا إن البيت ولع بجدي، وأهل القرية قالوا الليلة دي كانوا سامعين صوت صويت وزعيق من عند جدي، كأن في حد بيتخانقوا مع بعض، اتنين بيتخانقوا مع بعض. وما كانوش عاوزين يعرفوا هما بيتخانقوا مع مين ولا ايه اللي بيحصل، هما كانوش طايقينه. وبعديها سمعوا صوت وريحة حريقة، وأهل القرية كلهم طلعوا لقوا البيت بيولع بجدي. ولحد دلوقتي أهل القرية بيقولوا بيسمعوا صوت صويت جدي وأصوات تانية كتيرة، ومحدش بيقدر يمشي أو يعدي من قدام بيت جدي. بس ودي كانت نهاية جدي مع السحر. وفي الآخر السحر اللي كان بيستخدمه جدي طول حياته رجعله في الآخر وخده معاه، واحنا قررنا نقفل صفحة جدي بكل حاجة وسيبنا البلد. وهنا هنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، وقولوا رأيكم في التعليقات. شكرا.